ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن واحده من المراوح المميزه جدا من تورنيدو، هي المروحه ستاند تورنيدو 18 انش اللون الاحمر والاسود. المروحه دي شكلها شيك جدا وبتدي شكل عصري لاي اوضه او صاله بتتحط فيها. هي الفكرة بتاعتها ان 18 انش بينزل من غير لمود، لكن فيها 3 سرعات تقدري تختاري منها اي حاجة منها بسهولة من المفتاح اللي فوق الموتور على طول. كمان فيها راس بتتحرك بسهولة لتوزيع الهواء في كل الاتجاهات، وميزتها كمان ان هي ما شاء الله ثابتة جدا جدا. نبدأ نفتح الكرتونة ونشوف المكونات. هنلاقي الكرتونة فيها العمود والموتور، ريشة المروحة، وفيها كمان اللي قدامنا دي الشبكة الأمامية والخلفية، وكام مسمار صغير للتثبيت. وقبل ما نبدأ التجميع نتأكد ان كل قطعة اهم حاجة موجودة وسليمة، عشان ساعات لا قدر الله ان في بعض الاحيان ممكن يجيلك قطعة ناقصة من القطع حتى لو الكرتونة مقفولة. فاهم حاجة ان احنا نتأكد ان كل حاجة موجودة. وزي ما انتم شايفين معايا، حبيت ان انا هنا اوريكم برضو ده شكل العمود اللي موجود في الكرتونة، وبرضو ده الموتور اللي موجود تحت. زي ما انا قلت لكم، هي ما شاء الله من المميزات بصراحه ان انا دايما بجيب مراوح تورنيدو، لان يعني بصراحه هي مميزه ان هي صوتها هادي، عمرها طويل جدا. وزي ما انتم شايفين معايا هنا، دي القاعده اللي هي بتاعه تثبيت المروحه. هنبتدي ان احنا نثبتها مع بعض. واول حاجه خالص هنركب القاعده. زي ما انتم شايفين القاعدة كمان بتبقى جاية ان هي مغلفة. فاهم حاجة ان احنا نجيب القاعدة ونحطها، وبعد كده هنثبت فيها العمود. وانتوا هتشوفوا معايا هنا خطوة بخطوة ازاي ان احنا عرفنا نركب القاعدة بالعمود بكل حاجة موجودة، لان في ناس كتيرة جدا بتبقى مش عارفة تقرأ الكتالوج، وساعات في بعض الاحيان الكتالوج بيبقى مش موجود مع الكرتونة، وفي نفس الوقت بساعات بنبقى احنا عايزين نعرف ازاي ان احنا نركبها. زي ما انا قلت لكم، دي ال 18 انش، وفي منها 16 بيجي معاها ريموت، وبتبقى لونها يا لبني في رصاصي، يا اما بتبقى لونها احمر او اللي هي نبيتي في رصاصي. احنا هنا ركبنا العمود وربطناه بمسمار تحت خالص في القاعده، وبعد كده بنتاكد ان هو متين وتمام وسليم. بعد كده هنفك المسمار اللي زي ما انتم شايفين معايا، هنفكه هنا وهنبتدي نركب فيها القاعده او الموتور. الموتور بيجي في عمود كده، فاحنا بنركبه. وزي ما انا قلت لكم، هو بيبقى جاي معاه الموتور، بتبقى فيه جاي معاه زي ما انتم شايفين، بتبقى موجوده الحته السوداء دي اهي، وموجود قدامها الحته اللي هي كمان بتقفل المروحه دي، اللي احنا هنشيلهم الاثنين، هنخلعهم عشان نعرف نركب الريشه دي. الريشه الداخليه بتدخل عندنا زي ما انتم شايفين معايا، بتدخل في مجرى. نتاكد ان هي دخلت في المجرى بتاعتها، عشان لو تركبت غير كده ممكن تقطم معانا لا قدر الله واحنا بنشغلها. زي ما انا قلت لكم اهي، بنركبها في المجرى بتاعتها، وبعد كده بنقفل عليها الزرار الاسود. زي ما انا قلت لكم اهي، ادي المجرى او اللي هم الزرارين اللي بتدخل فيها اللي لونهم ابيض. وبعد كده هنروح مركبين اللهم صل على النبي. بعد كده هنروح مركبين الريشه زي ما انتم شايفين معايا اهو، ونركب ونتأكد برضو ان هي متركبة في المجرى بتاعتها. وبعد كده هنروح قافلين عليها بالغطا ده. وخدوا بالكم ان الغطا بيفتح عكس اتجاه الساعة وبيتقفل مع اتجاه الساعة. يبقى نتأكد زي ما انا قلت لكم ان المراوح بتاعة تورنيدو لما بنيجي نقفل الغطا بتاع المروحة بنفتحها مع عقارب الساعة، وبنقفلها عكس عقارب الساعة. وبرضو هي في التوضيح مكتوب ان احنا لما بنيجي نفتح مع عقارب الساعة ونقفل عكس عقارب الساعة. حبيت ان انا اوضح لكم كام نقطة دي، لان دي حاجات اول حد مرة ممكن يتعرض ليها، او بصفة عامة اي حد ممكن يعني تبقى قدامه مش عارف ازاي يركبها او ايه الحكمة منها. بعد كده هنركب الحتة اللي قدام، ونركب اهم حاجة نثبتها كويس، ونركب الشبكة الامامية ونقفلها بالكليبسات او الحلقة المعدنية، او هي بيعتبر هي مش معدنية، هي بلاستيك شوية، بلاستيك مقوى.
ونتأكد انها ثابتة وما فيهاش اهتزاز، عشان دي اللي هتخليه بعد كده لو احنا فرضا نقلنا المروحة من مكان لمكان او اي حاجة مش هتتحرك من مكانها. وهي ليها برضو طريق في العدل ان احنا هندخلها في المجرى البلاستيك اللي هي حوالين الشبكة، بتبقى ليها خانتين، خانة بتركب فيها الشبكة الخلفية وخانة بتركب فيها الشبكة الأمامية زي ما انتوا شايفين معايا. وبعد كده في مسمار فوق هتشوفوه معايا دلوقتي، ده اللي احنا هنربطه مع بعض، وده اللي هيكون مثبت الحافة اللي رابطة ما بين الشبكة الأمامية والخلفية. كل ده بيتم عادي بمسمار صليبة، ما بنستخدمش اي نوع تاني من المسامير. هي سهلة جدا في التركيب، وبصراحة ان انا حبيت ان انا اقدم لكم تجربتي دي عشان تبقى قدامكم كل حاجة عرفناها مع بعض. بصراحة هي شكلها شيك وأدائها ممتاز، مناسبة جدا للصيف، خصوصا انها قوية وسهلة في الفك والتركيب. اهم حاجة زي ما انا قلت لكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل كل جديد من فيديوهاتنا القادمة. وشكرا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.